السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد أبو حمزة من قناة المحتوى ديزاين. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما في الدنيا والآخرة. النهاردة معانا درس جديد من سلسلة تصميمات السوشيال ميديا، السلسلة اللي احنا بدأناها من بداية القناة، فإن شاء الله تستفادوا من الدرس النهاردة. أول حاجة بنفتح التصميم على شكل مربع، وهو 1000 في 1000 بكسل بريزولوشن 72 بنظام ألوان RGB، بنعمل غيضات 1 سنتي على التصميم. وبعدين بنروح لقائمة الجريدينت عشان نعمل أرضية، بنختار اللون الأخضر الغامق والأخضر الفاتح زي ما انتم شايفين كده، وبنخلي زاوية الجريدينت 45، وبنسحب شوية الجريدينت بحيث تبقى لفوق شوية الإضاءة. بعدين بنقفل اللاير بتاع الأرضية وبنروح على قائمة الصور اللي احنا هنستخدمها في التصميم، وبنختار الجزازة اللي هي المنتج اللي هو الأساسي بتاع التصميم بتاعنا. بنحدد وبنكبره من خلال كنترول تي، وبنظبطه الحجم بالنسبة للصفحة. وبعدين بنعمل لاير جديد وبنعمل له ظل من خلال الفرشة، بنختار دايرة ونعمل اللون الأسود علشان نعمل لها شادو. وبعدين بنضغط على اللاير كنترول تي الأول، بننزله من تحت وبعدين بنضغط على اللاير ونخليه من تحت كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بناخد منه نسخة كوبي، وبنصغر اللاير اللي من فوق، وبنخلي الأوباسيتي 2 على نظام ملتبلاي، وبنخلي الأوباسيتي بتاع اللي تحت 70 واللي فوق 90، بحيث يكون الانتشار بتاع الشادو ما يكونش قوي زي اللي تحت على طول مباشرة. بعدين بنجيب الرذاذ بتاع المياه وبنخليه تحت اللير بتاع المنتج، وبنضغط كنترول تي وبنكبره شوية لفوق. بعدين بنضغط على كليك يمين ونختار برسبكتيف علشان نحدد الجوانب زي ما انتم شايفين كده. بعدين بنغير المود بتاع الرذاذ، بنخفف فيف لايت زي ما انتم شايفين. بعدين بناخد كوبي منه وبنعكس التصميم من خلال كنترول تي، وبنظبط حجمه بحيث يبقى الرذاذ منتشر يمين من الشمال. بعدين بنروح نجيب بقية العناصر اللي نستخدمها في التصميم وهنفتحها كلها بحيث تبقى سهل علينا واحنا بنتنقل من لاير للاير. أول حاجة بنحدد الأرضية هنا عشان نشيل الخلفية البيضاء، وبعد كده بالبن تول بنحدد الجزء المرتبط ببعضه في الليمونة، وبنضغط على كنترول انتر عشان يحدد لي الليمونة فقط. وبعدين كليك يمين وناخدها كات، وبنحول لاير لسمارت اوبجكت علشان لو كبرنا او صغرنا ما يروحش الريزولوشن بتاعه. بنرفعها بنخليها فوق الازازة، وبنظبطها من خلال كنترول تي وبنلفها شوية. بعدين بنضغط كنترول ام علشان نظبط الالوان بتاعتها تبقى متناسقة مع الازازة. بعدين بناخد منها النسخة كوبي كنترول جي، وبنخلي اللي من تحت باللون الأسود عشان هتبقى دي من الشادو بتاع الليمونة. وبعدين نضغط كنترول الت جي علشان ندخلها جوه الليمونة. بعدين بنروح عند قائمة الفلتر وبنختار البلور علشان نعملها بلور زي الشادو بطريقة احترافية. بنخلي الشادو طبعا ملتبلاي، وبعدين بنروح نجيب أوراق النعناع اللي هو العنصر التاني في التصميم، وبنحدد برضو زي ما حددنا الليمونة من شوية من خلال البنتول. بنضغط كنترول انتر، نعمل سيلكت وبعدين كات، بنحول اللاير لسمارت اوبجكت. بناخدها برضو بنخليها تحت العنصر الجزازة اللي هي بتاعت العصير، وبنظبطها من خلال كنترول تي سواء بنكبرها او بنلفها يمين او شمال. بعدين بناخد كوبي للجزازة علشان نعمل لها شادو اسود وندخلها داخل الورق الليمون اللي هو في الظهر بتاعها. وبعدين بنعمل له بلور عشان يدينا
شكل الشادو بطريقة احترافية، ونخليه برضو ملتبلاي، ونقلل الوسط شوية نخليه 50 أو 70. بعدين بنروح نجيب الليمونة الشكل ده، هنقصها برضو الأرضية من خلال الماجيك تول، وبعدين بنحدد بالبنتول الليمونة اللي احنا عايزينها، كنترول انتر، بعدين كت، ونحول اللاير لسمارت اوبجكت وناخدها على التصميم بتاعنا. بناخدها وبنظبطها برضو بكنترول تي ونخليها تحت كده شوية. بعدين بنضغط كنترول ام عشان نظبط الألوان بتاعتها، نغمقها شوية بحيث تبقى متناسقة مع الإزازة. بعدين بناخد كوبي منها وبندخلها في الجزاز عشان تدينا الشادو الأسود، زي ما عملنا في الليمونة والورق والجزازة من شوية. بعدين بنعمل لها بلور وبنخف الأوباسيتي بتاعها شوية. بعدين هنعمل طبقة جديدة عشان نعمل طبقة شادو تحت الليمونة في الأسفل. بنحدد من خلال البنتول الأرضية إيه اللي هي تحت الليمون والنعناع، بعدين نضغط كنترول انتر نعمل لها فيل من خلال الت انتر، وبننزلها تحت خالص. بنروح عند البلور بنعمل لها بلور برضو ونخف الأوباسيتي بتاعها شوية. بعد كده بنروح نجيب النص الليمونة ده برضو عشان هنحتاجه في التصميم، هنحدده، نعمل سيلكت ونخف السيلكت بتاعها شوية نخليه 10 عشان يحدد لنا الليمونة. بعدين بنروح على التصميم، بنشيل الحواف البيضة بتاعته. عشان نشيل الحواف البيضة بتاعته بنحول الستريز، بعدين بنعمل سيلكت ونختار فيزر، وبنخلي الفيزر 3، وبعدين الت شيفت اي وبندوس ديليت علشان تشيل الحواف البيضة اللي حوالين الليمونة. بعدين نرجعه تاني سمارت اوبجكت ونقلبه من خلال كنترول تي ونحطه من فوق ونلفه شوية كده بالشكل لما يكون متناسق مع الإزازة. بعدين بنظبط الألوان بتاعته من خلال كنترول ام. بعدين بناخد نسخة تانية منه برضه كنترول جي، بنحول النسخة اللي من تحت باللون الأسود وندخلها مع الجزازة بالشكل ده. بعدين بنعمل بلور زي ما عملنا من شوية ونخف البلور شوية. بنحاول نظبط بقى العناصر، نشوف اللي هنكبرها ونصغرها من خلال كنترول تي. بعدين بنجيب اللايرات كلها، بنحدد الأول لاير وآخر لاير ونضغط كنترول جي عشان نحطهم في جروب واحد مع بعض. بعدين بناخد نسخة تانية من الجروب وبنحول النسخة اللي من تحت اللي في لاير واحد علشان بعدين هنقلبها بحيث نعمل ميرور للشكل كله كأنها على سطح مية بشكل احترافي. بنعمل سيلكت بعدين نضغط على كليك يمين برسبكتيف علشان خاطر نحدد نكبر من الجناب مع بعض بشكل متناسق ونظبطها مع الأرضية بتاعة الجزازة. بعدين بنعمل لها بلور بس بطريقة مختلفة بحيث نبين الجزء القريب من الجزازة والجزء البعيد بنخفيه على قد ما نقدر زي ما انتم شايفين كده. نحاول نظبطه لحد ما تظبط معانا بالشكل المناسب، بحيث زي ما قلت لكم الشكل القريب من الجزازة بيكون ظاهر والبعيد بيكون يعني في البلور بتاعه زيادة عن القريب. بعدين بنعمل ماسك لللاير ونعمل الأداة الجريدينت بس اللي هي نخفي بيها الأجزاء اللي هي بعيدة والأجزاء القريبة بتكون واضحة، وبنخف الأوباسيتي بتاعها شوية. بعد كده بنعمل لاير، ندخل اللاير بتاع الظل الجروب في جروب وبعدين بنعمل طبقة جديدة ونحدد
لون أفتح من لون الجزازة عشان تعمل إضاءة جاية من ظهر عشان تظهر العناصر بشكل كويس. بعد كده بنعمل لاير جديد، وبعدين بنختار شكل الإشعاع اللي هو هتلاقوه إن شاء الله في الملحقات في أسفل الفيديو، وبنصغر حجمه شوية، وبنختار اللون الفاتح، اللون الأخضر الفاتح، بحيث تديني شعاع بالطريقة احترافية زي ما انتم شايفين كده. ونعمل نسخة تانية منه بس نلف شوية شكل الفرشة، نضغط كنترول تي ونقلبه ونخليه من الزاوية اللي هي عايزين تيجي منها الإضاءة. بنكبر شوية الإضاءة، ومن خلال الأستيكة بعدين بنمسح الأجزاء اللي هي في ظهر الإزازة، وبنخلي الأجزاء اللي هي من فوق ومن تحت. زي ما انتم شايفين بالشكل كده، بنحاول نظبطها بقدر الإمكان زي ما انت شايف الإضاءة جاية منين ومنتهية فين. بعدين بنعمل له بلور بحيث ما يكونش حاد بطريقة يعني مبالغ فيها. نحاول نخلي البلور بتاعه 10. بعدين بنروح لأداة البرش، وبنختار آخر واحدة في البرش، ودي علشان خاطر بتديني رسم للشكل بطريقة اوتوماتيك. يعني بتحدد أول النقطة، وبتدوس شيفت، وبتحدد الجزء التاني، بتلاقيها اتعملت لوحدها زي ما انتم شايفين كده. وفي المنحنيات انت طبعا بترسمها بإيدك، لكن شكل مستقيم هي بتحدد أول نقطة وتضغط على شيفت بتحدد الجزء التاني لوحدها. طبعا بتحدد الأجزاء اللي هي واقع عليها الإضاءة بحيث تبقى فيها لمعان أكتر من الأجزاء اللي في ظهر الإضاءة زي ما انتم شايفين كده. بعدين بندخل بنغير المود بتاع الطبقة، بنخلوه اوفرلاي، وبعدين كنترول الت جي عشان ندخله جوه الإزازة أو الجروب عامة. بعدين بناخد نسخة تاني كوبي منه، وندخله برضو من تحت، بس هنزود البلور بتاع النسخة التانية بحيث تدي انتشار للإضاءة أكتر من اللي قبلها. بعدين بنخف طبعا الأوباستي بتاعهم عشان ما يكونش الإضاءة يعني تديني الحرقان للصورة، ما يوصلش لدرجة إن في تحس إن الصورة محروقة. لأ، إحنا عايزين إضاءة خفيفة بحيث تبقى ظاهرة، ما تكونش حاجة يعني أوفر. بعدين هنعمل طبعا الناحية التانية، هنرسم شكل الظل زي ما رسمنا من قدام، برضو بنفس الأداة بس باللون الأسود، لأن دي هتبقى أغمق من دي ظهر الإضاءة، فدي مش هيكون عليها واقع درجة كبيرة من الإضاءة عليها، فهتبقى يعني بقدر الإمكان أغمق من الجزء اللي قدام الإضاءة. برضو بندخلها جوه الجروب، وبنعمل لها بلور، وبنزود البلور شوية، وبعدين بنغير المود بنخليه ملتبلاي، ونخف الأوبستي بتاعه شوية. بعدين بنحدد الجزازة، ونحاول نظبط الإضاءة بتاعتها برضو كنترول ام، بحيث نغمقها أو نفتحها شوية على حسب ما احنا عايزين، نظبطها بحيث تبقى متناسقة مع الشكل العام. ودي بنحاول نكبرها شوية بحيث أنا حاسسها صغيرة. بنمسك نحدد اللايرات كلها ونصغرها أو ننزلها شوية لتحت، لأن فوق هكتب كلمة انتعاش من بطريقة بستايل 3D أنا محمله على فريبيك، وهتلاقوه إن شاء الله في الوصف أسفل الفيديو.
هننزل الكلمة تحت الجروب. بعدين هنروح نفتح الستايل اللي احنا حملناه، تضغط عليه مرتين بيفتح فلاير جديد. طبعا بقفل طبعا الصفحات اللي انا مش محتاجها، باخد الكلمة اللي انا كتبتها على الستايل واكبرها، واشيل الكلمة دي واضغط كنترول اس، هتلاقيها اتطبقت معايا على طول. طبعا الهمزة هنا من تحت مش من فوق، فانا حولت الكلمة للاير ونقلت الهمزة من فوق لتحت. بلغي اي حاجة في الستايل، ما بخليش بس غير الكلمة، وبحولها سمارت اوبجكت عشان اقدر اتحكم فيها. بحاول اظبطها طبعا في ظهر الجروب بتاعي، واشيل الكلمة اللي انا كتبتها خلاص. وهخلي الإضاءة بتاعتي أخف شوية، الإضاءة بتاعتي عشان ما تكونش قوية وحادة بتغطي على عناصر التصميم. وهكتب من فوق عيش، بحيث تبقى عيش الانتعاش مع بعضها. بكبر شوية الكلمة اللي كتبتها كلمة عيش، وبعدين بعمل لها شادو أبيض من تحت. بختار طبعا اللون بتاعها من اللون الأرضية، بعمل لها شادو أبيض من تحت بحيث تبقى ظاهرة ومتناسقة بالشكل اللي انتوا شايفينه اللي هتشوفوه دلوقتي. بعد كده بجيب بقية العناصر اللي هتديني بعد للتصميم. طبعا هاخد ورقة النعناع دي واحطها على جنب كده، واظبطها طبعا زي ما انا عايز بالشكل اللي انا شايفه مناسب. باخد برضو الورقة دي كنترول بالبنتول واقصها، واخد برضو دي معايا بالبنتول كنترول انتر، واعمل لها سيلكت واخدها كات، واحولهم هما الاتنين لسمارت اوبجكت واخدهم على التصميم بتاعي. باخدها طبعا بظبطها على حسب ما انا شايف التصميم او الشكل اللي انا عايزه. بحاول اكبر واصغر من خلال كنترول تي. بعدين بروح عند اكونت بلور، بختار موشن بلور بحيث تديني زي بعد او عمق للتصميم. بغير الزاوية بتاعت الموشن يعني على حسب ما انا عايز، سواء 20 40 اكتر او اقل، زي ما انتم شايفين الشكل المناسب. هنا بكبر شوية برضو ورقة النعناع. بحاول اخلي الاضاءة طبعا اول طبقة من فوق لانها هتكون واقعة على التصميم ككل. بعدين بختار لاير جديد اللي هي الفقاعات اللي هي بتاعة المية، واختار درجة اللون الاخضر الفاتح، بتديني شكل برضو في التصميم. هتلاقوا كل الكلام ده في الوصف اسفل الفيديو. باخد كوبي منها وبحاول اوزع العناصر بشكل متناسق زي ما انتم شايفين كده بس. وده الشكل النهائي ان شاء الله اللي هتوصلوا له. ف يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. واخيرا، ما كان من توفيق او احسان فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون به الى الجنة ويلقى به الى النار، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.